السلام عليكم. خناقه يا جماعه قامت في البيت على الفطير المحشي اللي انا عملته لهم النهارده. الواد ايه الشيف هو بقى عمال يقول لي بجد انت اللي عامله الفطير ده؟ قلت له ايوه، شايف الفطير يتعمل ازاي وكمان من لفه جلاش بايظه. وتعالى لي بقى هنا، الملح ما يتنسيش. اللي رايح يعمل لي فيديو عالمي وينسى لي فيه الملح ربنا يخليك يا حبيبي واشوفك احلى شيف في الدنيا يا رب. عملناه ازاي بقى الفطير المحشي الجميل ده اللي العيله كلها اتخانقت عليه؟ وزي ما بقول لكم، من لفه جلاش ممكن تكون مفتته، لفه جلاش بقالها كتير في الفريزر، جيتي تطلعيها لقيتيها مقطعه. ولا يهمك يا قمر، تعالي لي بس كده يا ست الحبايب وهتعملي احلى فطير محشي النهارده. هنعمله بحشوتين، حشوه اللحمه المفرومه اللي انا ابتديت فيها قدامك دي. كل اللي انا بعمله ادي البصلايه، حطيت معلقه سمنه كده حلوه ونزلت ببصلايه مفرومه وبشوحها لغايه ما تاخد كده لون بسيط. وهنعمل كمان الفطيره التانيه بحشوه تانيه مختلفه. بعد كده نزلت بمعلقه صغيره توم على البصله لما ابتدت تلون، وافضل اقلب فيها كده لغايه ما تلاقي يا قمرايه ريحه التوم طلعت عليكي. انزلي بقى باللحمه المفرومه. ميزه كمان الحشوه دي هنضيف لها خضار، فلو ربع كيلو لحمه مفرومه، لو حته قد كف الايد كده، هتعمل لك حشوه حلوه. حطيت اللحمه المفرومه، وطبعا حبيب اللحمه المفرومه الفلفل الاسود، على طول رشه فلفل اسود معاه. وافضل اقلب لغايه ما اللحمه المفرومه تتعصج معانا ولونها يغير. بعد كده افضل اقلب فيها بالشكل ده، وبعدين هروح حاطه بقى شويه ملح وفلفل اسود، وتشوفي بقى اي بهارات مشكله عندك او السبع بهارات حطي اللي انت عايزاه. وكمان هنحط الخضار بتاعنا، فلفل الوان قرن واحد من كل لون، قرن اخضر واحمر واصفر، بقطعهم صغير كده عشان يبقوا قد اللحمه المفرومه، وبحطها كده على اللحمه واقلب. بصوا بقى لون الحشوه وجمالها تحفه ما شاء الله زي العسل. بعد كده نطفي عين البوتاجاز ونروح حاطين ادي الملح وادي الفلفل الاسود، وكمان زي ما بقول لك كده اي بهارات مشكله. قلبي بقى كده كله في بعضه كده كويس قوي. وبعدين بجيب شويه زيتون مخلي اللي هو الشرايح ده، وبروح فرماه كده بالسكينه فرم خشن شويه. بس امتى الكلام ده؟ الزيتون مش هتحط غير بعد ما تطفي عين البوتاجاز، لازم تشيلي الحشوه بعيد، والا طعم الزيتون في اللحمه هيبقى عامل زي الحمضان لو النار كانت شغاله عليه. خلاص كده، دي كانت اول حشوه، سيبها تبرد. الحشوه التانية خدت نص الزيتون وحطيت عليه نص الفلفل الالوان برضو اللي انا كنت مقطعاه، خدت نص للحمه المفرومه وادي النص التاني. وبعد كده بجيب اي جبن عندك بقى. عندي كده كام حته جبنه رومي كده كانوا ناشفين في التلاجة نسيتهم، بروح جايباهم مقطعهم برضو تقطيع خشن كده. واي ميكس جبن بقى، موتزاريلا، شيدر، اي حاجه، اي جبن موجوده عندك، جبنه بيضه ماشي، عندك حتتين لانشون قطعي وحطي، عندك بسطرمه حطي، تونه حطي، كل ده ينفع معانا. بس انا النهارده عاملاها بميكس جبن والزيتون والفلفل الالوان بس كده. الحشوتين اللهم بارك جاهزين معانا. تعالوا بقى نعمل التسقيه. كل صينيه هتاخد بيضه واحده وهتاخد كوبايه لبن، فانا عامله صينيتين، فعشان كده هحط بيضتين على فلفل اسود. ولازم اسيح البيض الاول قبل ما انزل باللبن. لو حطيت البيض على اللبن وضربتي البيض هيقطع جوه اللبن ويعمل خطوط. فاحنا بنعمل ايه؟ بنضرب نسيل البيض الاول بالفلفل الاسود وبعدين احط عليه اللبن. وبعد كده بحط سمنه، كل صينيه بتاخد كده حوالي معلقه سمنه كبيره، واحط الملح. يبقى احنا حطينا على فكره كوبايتين لبن للصينيه مش كوبايه. الصينيه يا جماعه هتاخد بيضه وتاخد كوبايتين لبن ومعلقه سمنه ورشه ملح وفلفل اسود. وادي كده حطيت نص معلقه صغيره بيكنج باودر عشان ترفع معايا الفطيره وتدي الجلاش كانه فطير بالظبط. يبقى وسكر كمان، حطيت نص معلقه سكر، يبقى نص معلقه بيكنج باودر ونص معلقه سكر مهمه جدا. نجيب بقى لفه الجلاش ونقطعها بالشكل ده، كانت سليمه كانت مقطعه هنقطع كله بالسكينه بالشكل ده. والله محمد واقف شيف هوبا بتاعنا واقف مذهول، انتي بتقطعي الجلاش كده هيطلع معاكي فطير ازاي؟ طبعا ده كان في الاول قبل ما يشوف النتيجه في اخر الفيديو. واقف عمال يقول لي انتي بوظتي الجلاش يا ماما والله. اقول له ماشي ماشي يا شيفنا، والله العظيم عيب، الانصاص قامت والقوالب نامت ولا ايه يا ولاد؟ الشيف هوبا جاي يعدل عليا ويقول لي بوظتي لفه الجلاش دي كمان اللفة التانية برضو قطعتها بالشكل ده. وبعد كده ايه، لازم كده افتحها من بعضها واحطيهم كلهم على بعضيهم. وانا كده جهزت كل حاجة، جهزت الجلاش، جهزت التسقية اللي هسقي بيها الصواني، وكمان جهزت الحشوتين. كل صينية بقى نجيبها
يعني مقاس حوالي كده 26 28 تبقى حلوة معاكي. وبدهنها كده ايه مسحة سمنة بالفرشة كده. وبعد كده تعالوا نشوف بقى خطوات الشغل. هنا لازم الفرن اكون مشغلاه من دلوقتي يكون سخن. ماشي، لازم الصينية تدخل على فرن سخن عشان تتماسك على طول. اللبن والبيض لازم ياخدوا درجة حرارة عالية عشان يقفشوا في الجلاش معانا. غير كده هتلاقي اللبن والبيض ساحوا، انا بقولك اهو. ماشي، لازم الفرن يكون سخن جدا. بحط اول طبقة من الجلاش وبسويها بايديا كده، وتبقى طبقة تخينة كده حلوة عادي جدا. وبعدين هناخد من التسقية نص التسقية. التسقية تاني يا جماعة كانت لكل صينية بتاخد بيضة، كوبايتين لبن، معلقة سمنة، معلقة كبيرة سمنة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة سكر، ده للصينية الواحدة. وبعد كده اسقي بنص الكمية على الطبقة اللي تحت. ونحط اول حشوة اللحمة المفرومة بالفلفل. بايه تاني حطينا؟ ايه تاني يا جماعة؟ حطينا زيتون، حطينا ملح وفلفل اسود، وحطينا توم. بصلاية في معلقة سمنة وتوم واللحمة المفرومة والزيتون المفروم ده كان اخر حاجة بعد ما طفينا النار. وطبعا الفلفل الالوان. وبس كده. بس ظبطي بقى كده الحشوة، شوفوا شكلها جميل ازاي، اللهم بارك. شيلي من الحشوة حوالي معلقة كبيرة كده لوش الصينية. بعد كده نيجي للحشوة التانية الميكس جبن. برضو هنشيل حوالي معلقة كبيرة لوش الصينية من نفس الحشوة. ظبطي بقى الحشوة كده كلها. دي تحفة بقى. يعني انا وقعت في حبها بجد. هما الاتنين احلى من بعض بصراحة. بس ميكس الجبن كان فيه مطة حلوة كده تخطف القلب يعني. بعد كده تنزلي بعد الحشوة تنزلي بنص الجلاش اللي متقطع على الحشوة. غطي بقى كده واعملي طبقة جلاش تخينة، ما تقلقيش. ميزة بقى الصينية دي، قولي عليها صينية جلاش، قولي عليها فطير شرقي بالجلاش، قولي اي اللي تقوليه. يعني بصي انا راضية منك بأي حاجة. بس الميزة اللي فيها كمان السمنة فيها قليلة، غير طريقة الجلاش اللي احنا متعودين عليها، اللي لازم كل ورقة او كل ورقتين تدهني سمنة وتطلع مدهنينة وحالتها حالة. دي هي مفيش غير السمنة اللي اتمسحت في الصينية والسمنة اللي اتحطت على اللبن والبيض، وشكرا والسلام عليكم. في السمنة تاني. شايفين الجمال؟ روعة. اعمليها احلى غدوة او اعمليها احلى عشوة. تحفة والله ما شاء الله. شايفين؟ ظبطي بقى كده الوش بالجلاش اللي متقطع، ما تخليش ولا حتة خفيفة وحتة تقيلة، لا. اعملي طبقة حلوة كده محترمة. الصينية اللي قدامكم دي كل صينية خدت لفة جلاش بالظبط، النص تحت والنص فوق. بس بططي بقى كده بكف ايدك كده، ثبتي الجلاش. وبعد كده هاتي النص التاني من التسقية وكمليه بقى على الصينية كلها. خلي التسقية تبقى باينة من الصينية، ما تقلقيش. بصوا يا جماعه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني اللي هو ايه، ما تحطيش كده شويه صغيرين، لا حطي كتير. هو ده اللي هيخلي الصينيه متماسكه وجميله. امسحي بقى الحروف عشان الحروف دي لو اتلسوعت في الفرن بتبقى مش حلوه بصراحه. بعد كده بحط على الوش جبنه موتزاريلا. خلي بالك كل حشوه انا مجنبه منها شويه هحطهم على الوش. بس الاول بحط كده شويه جبنه موتزاريلا كده على الوش. وبعد كده من كل حشوه اللي شويه اللي احنا مجنبينهم نروح بقى ايه حاطينهم على الوش كده. وعيشي بقى. بصي ولا اجدع فطاطري في زمانه. مش انا بقول لكم الستات دول 7 صنايع، والله 7 صنايع. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. شايفه ولا اجدع محل فطاطري. قولي لي الفطيره دي لو فكرتي دلوقتي تتصلي كده بالفطاطري وتبعتي تجيبيها بكام؟ طب انت تخيلي بقى لفة جلاش واي بواقي جبن عندك او حتة لحمة مفرومة وعملتي احلى غدوة. يلا بينا على الفرن. بنزل درجة الحرارة ل200. او بصوا بقى تطلع لك من الفرن سلكيها كده، سلكي الحروف لو الحروف لازقه بحرف السكينه، بوزي السكينه كده سلكيها زي ما انا بعمل كده. وبعد كده لازم تهزيها في الصينيه قبل ما تقلبيها. اعملي معروف، هزيها في الصينيه، اتهزت معاكي يبقى تتقلب بمنتهى السهوله. ويلا بقى ايه، اسمحوا لي اخطفكم الخطفه الجميله دي، الخطفه اللي تفتح النفس. ادي اول واحده معانا بحشوه اللحمه المفرومه. شايفين التوريق او شايفين الطبقات وطريه جدا، كانها فطيره معموله بالعجين بالظبط، كانك جايباها من الفطاطري والله. بصي محمد ما صدقش، مش مصدق نفسه. يا ماما اتمسكت كده ازاي؟ يا ماما بقت فطيره كده ازاي؟ ده انت مقطعه الجلاش قدامي. ولا اي ولا زي يا باشا. دي بقى كمان الفطيره اللي بالجبنه. بصي بيتخانق معايا، لو النبي خليني اتصور معاه شويه. يا ابني هات الفطيره خليني اختم الفيديو.
بصوا دي بقى الميكس جبن كمان طريه طراوه غير عاديه. والله يا جماعه فعلا كانك عجنتي وخمرتي وخبستي وانتي ما عملتيش كل ده. ما خدوش في ايدينا بالظبط قولي 10 دقايق ربع ساعه وعملنا الجمال اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك، بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. بصوا المطه حلوه، المطه شايفين الفطيره. بصوا برضو الواد، بصوا الواد. يا ابني يا ابني ابعد عن طريقي يا ابني. ادي الفطير الجميل بتاعنا. الفطيرتين اهم مع بعض. اللهم بارك. الحشوات سهله جدا، تقدري تغيري في الحشوات زي ما انت عايزه وتشيلي وتحطي على حسب اللي موجود عندك في التلاجة. ما تنسوش بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد بنقدمه لكم. دعوه حلوه بقى لما تعملي احلى فطير بمنتهى السهوله ويعجبك ان شاء الله. سلام عليكم.